السلام عليكم. فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم لي ميني بريوش او لي باغيت بريوشي بمذاق القراش البلديين. هادو هما اللي عطيتكم في ميد غاديو، كيجيو رائعين لا الفطور ديال المدرسة او لا الكوتي، كيجيو من اروع ما يكون. خفاف، مكونات سهلة وبسيطة، وطريقة تحضير سهلة حتى هي، يعني اي اخت ممكن ديرهم وينجحوا معاها تماما بحال كيف كتشوف الصورة. دونك بلا ما نزيد نطول عليكم، ندوزو نشوفوا مقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير، عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق. من الاحسن انه يكون نوعيه زوينه، يعني دقيق ديال الحلويات اللي كيكون رطب. انا كندير ميمونه، هو اللي كيعجبني في هادشي ديال لي بريوش. غادي نحتاجو ليه، غادي نضيفو معاه نص كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال المزهر، ومعلقه صغيره ديال النافع اللي كيكون مطحون ومغربلاه مزيان. انا كنفضل انني نديرو مطحون باش حتى الوليدات ما كيلقاوش داك النافع في الداخل ديال البريوش وكيجيو بحال اللي كياكلوا قراشل. غادي يعطينا غير المذاق ديالو، ولكن ما غيبانش لينا في لي بريوش نهائيا. غادي نحتاجو هنا معلقه كبيره ديال قشره الليمون محكوكه اولا البرتقال، وعندي هنا 3 المعالق كبار ديال الزيت. غادي نحتاج ايضا معلقه كبيره ديال الحليب، حليب بودره. اللي ما توفرش عندها الحليب غبره غادي دير، غادي تعجن بالحليب في عود الماء. انا غادي نعجن بالماء حيت عندي معلقه كبيره ديال الحليب بودره. اللي ما توفرش عندها تعجن بالحليب. غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، ومعلقه صغيره ديال الملحه. هاد العجينه ساهله، وكيف قلت لكم داك المزيج ديال النكهات ما بين الليمون والنافع وما كيعطي واحد المذاق رائع بزاف بزاف. ما بين القراشل والبريوش، شي حاجه رائعه. هنا درت الخميره، كنوضع فوق منها السكر، باش هكا كتعطيني داك التفاعل اولا كتنشط الخميره وكتخدم مزيان البريوش. ما كنحتاجوش اننا نتسناوه مده طويله باش يخمر. ضفت الملحه في الجهه المقابله للسكر. ضفت النافع، معلقه صغيره ديال النافع. كنأكد على انه يكون مغربل مزيان باش ما كيبقاش لينا، حيت النافع فاش كنطحنوه كيبقى لينا بحال داك المزرار اولا داك الحجر الرقيق. ضروري اننا نغربلوه مزيان مزيان. ضفت الحليب غبره، ضفت معلقه كبيره ديال قشره الليمون محكوكه، والزيت 3 المعالق كبار ديال الزيت. غادي نضيف نص كاس ديال المزهر، وغادي نكمل العجينه ديالي بالماء. كيف قلت لكم الاخوات اللي ما عندهمش الحليب بودره غادي يعجنوا بالحليب دافي. هنا غادي نجمع العجينه ديالي، غادي نضيف هذاك نص كاس ديال المزهر، ونبقى كنضيف الماء حتى كتجمع عندي العجينه، كتولي عندي عجينه رطبه، يعني ما كتكونش كتلصق بزاف في اليدين. خدات مني تقريبا واحد الكاس، كاس وربع ديال الماء هما اللي زدت صافي، وكانت جمعات عندي العجينه. ما كنحتاجوش اننا ندلكوها مده طويله، وما تحتاجش كاع العجانه ابار الا كنتي ما مسالياش، يعني ما مسالياش انك ديري هاد العمليه بيديك، كنتي كتقضي شي غرض اخر، غادي ديريها في العجان وتخليها كتعجن على خاطرها. كنجمعوا العجينه ديالنا، كندلكوها غير واحد شويه. كيف قلت لكم ما كتحتاجش تدليك بزاف. العجينه كتكون شي شويه كتلصق باليدين، ماشي بزاف. ها نتوما غادي تشوفوا معايا فاش غادي ندلكها ما كتبقاش كتلصق ليا في يديا نهائيا. دابا راه غادي تبان لكم بلي لاصق ليا العجينه، ولكن فاش غندلكها نتوما كتشوفوا العجينه رطبه ولكن ما كتلصقش في اليدين. غادي نشكلوها نيشان، يعني ما كنخليوهاش تخمر الخمره الاولى، كنشكلوها ونديروها على شكل دي باغيت ونخليوها تخمر في اللاطه. علاش؟ حيت غرضنا بها باش نديرو فيها افتتاحات ونخليوها تخمر الخمره الاولى، ونديرو فيها لا كريم باتيسير عاد باش نخليوها تخمر الخمره الثانيه. هنا كنشكل منها كرات، عطاتني تقريبا 10 ديال الكرات، على القياس ديال المندرينه. كندهن يديا بشي شويه ديال الزيت، واخا الصراحه ما غيحتاجش الا كان عندكم بلون دو طرافاي، يعني ما كيلصق ما والو، راه ما غتحتاج لا زيت لا حتى شي حاجه. نتوما كتشوفوا معايا كتشكل بسهوله، ما كتلصق العجينه ما والو. كنشكل هاد الكرات وكنحطهم على جنب حتى كنكمل الكرات العجينه اللي عندي كاملين، ونرجع باش نديرهم على شكل باغيت. غادي نرجعوا لاول كره خدمناها، كتكون تلقات راسها واحد شويه، كنطلقوها غير بصبعنا كي بحال هكا، ما نحتاجوا لا مدلك لا حتى شي حاجه. غادي نلويوها من هاد الجنب اللي من جهتنا، وكنضغطوا عليها بصبعنا، وكنحاولوا نبقاو كنسرحوها كي بحال كيف كتشوفوا معايا في الصوره. يعني كنبقاو كنطلقوها بحال كيف كنطلقوا البودان ديال القريشلات.
باش هكا كتعطينا شكل زوين وما كتخسرش لينا في الفران. هذيك الثنيه التحتانيه فين كتجمع العجينه هي اللي كنديروها مواليه اللاطه، كنستمروا كي بحال هكا تنكملوا كاع العجينه اللي عندنا. وكيف كتشوفوا معايا العجينه ديالنا كتكون ساهله في الخدمه، يعني في الوقيته فاش كنكونوا حنا كنخدموا وحده الاخرين راه كيكونوا كيرتاحوا. وكنحاولوا كيف قلت لكم نركزوا على الجناب بالخصوص فاش كنكونوا كنلويوها كي بحال هكا، كنركزوا على الجناب باش كتجينا الباكيطه زوينه، يعني ما كتخسرش لينا، ما كيخسرش لينا الشكل ديالها في الفران. فاش كنكملوهم كاملين كنوضعوهم في اللاطه، غادي نغطيوهم بواحد المنديل ونخليوهم كيرتاحوا غير 15 دقيقه. الا كنتو شاعلين الفران اولا فشي بلاصه سخونه اولا حتى الا عندكم فران ديال الضو كتشعلوا ليه هذيك البوله ديالو وكتدخلوا هاد اللاطه هو راه طافي، كتشعلوا غير البوله وكتخليوهم 15 دقيقه، كتخرجوهم كديروا فيهم فتيحات كي بحال هكا. كترجعوهم عاوتاني يكملوا الخميره ديالهم. ضروري انهم يعاودوا يخمروا فاش كنديروا فيهم هاد الفتيحات هادو، حيت هما اللي كيتحلوا لينا فاش كتعاود تخمر العجينه مره اخرى كيتحلوا لينا هذوك الفتيحات وكنلقاو لاسباس فين غادي نديروا لا كريم باتيسير. بالنسبه للكريم باتيسير ديالنا غادي نحتاجوا الكاس ديال الحليب كنديروه في واحد الكاسرونه، كنخليوه فوق النار اللي كتكون مهيله، غير كيدفى واحد شويه. غادي ناخذوا هنا نص كاس ديال الماء، القياس دائما بالعباره ديال الكاس العنبه. ضفت معاه 2 معالق كبار ديال البودره الكريم باتيسير، وغادي نضيف معاه 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده. كنحرك كلشي مزيان حتى كتذوب عندي هذيك لا كريم باتيسير والسكر، وغادي نضيفوها لهذاك الحليب اللي كيكون سخن عندنا واحد شويه. كنبقاو كنحركوا فوق عافيه مهيله حتى كتعقد عندنا لا كريم باتيسير ديالنا. كتجي زوينه بزاف بهذه الطريقه هذه، ما كتخافوا منها لا تجمع لكم لا دير لكم كويرات لا حتى شي حاجه. هكا كتجي سهله. هذه الطريقه البروفيسيونيل باش كيخدموا لي باتيسري كي بحال هكا كيخدموا لا كريم باتيسير. غادي نحركوا مزيان دائما فوق عافيه اللي كتكون مهيله، راه دغيا كتعقد عندنا ما كتاخذش لينا وقت طويل بزاف، وكتجي لا تكستور ديالها زوينه بزاف. كنخليوها حتى كتبرد، كنغطيوها بالفيلم اليمونتير، يعني او كونتاكت، كنغطيو البلاستيك الغذائي كيكون قيس الوجه ديال الكريمه باش هكا ما كديرش لينا هذيك القشره من الفوق. غادي ندوزو للبريوش ديالنا. شوفوا معايا فاش كيعاود يخمر كيفاش كيتحلوا هذوك الفتيحات اللي قلت لكم. كندهنوه بالصفار ديال البيض، كنضيفوا ليه شويه ديال الماء وكندهنوا ليه الوجه ديالو مزيان على هذا الشكل هذا. كندهنوه هو الاول عاد باش كنعمروا بلا كريم باتيسير. في هذا الوقت هذا اللي كنكونوا حنا كندهنوا البريوش، لا كريم باتيسير راه كتكون بردات لينا واحد شويه. غادي نجيو نعمروها في واحد البوش، يعني بوش جوتابل هذاك اللي كيكون ديال درهم. وغادي نعمروا هاد الفتيحات هادو ديال البريوش ديالنا. فاش كنعمروهم صافي كندخلوا الفران نيشان. بالنسبه للفران ضروري انه يكون سخون اللي غنطيبوا الخبز. كنسخنوا الفران من التحت ومن الفوق، ضروري كنشعلوه من التحت ومن الفوق حتى كيسخن مزيان مزيان. الناس اللي عندها الفران ديال الضو غادي دير درجه حراره 200، والناس اللي عندها الفران ديال الغاز غادي تشعل الفران ديالها عادي بحال اللي غطيب الخبز تماما حتى كيسخن مزيان. فاش كندخلوا البريوش ديالنا كنغطيو عليه، كنطفيو عليه الفوق، كنخليوه شاعل غير من التحت على خاطر هو راه دغيا كيطيب، يعني 20 حتى 25 دقيقه صافي كيكون واجد. انا هنا كنت رشيته بشويه ديال النافع، ممكن ديروا شويه ديال الزنجلان اولا زنجلان بيض. درت النافع غير حيت ما كانش عندي زنجلان، وبغيت ندير غابل لهذاك النافع اللي كيكون لداخل. واخا الصراحه بناتي جلسوا كينقيو وحده بوحده ما كيحملوش يلقاو داك النافع من الفوق. كاينين شي وحدين اللي خليتهم ما درت فيهم لا نافع لا والو، هما اللي درت فيهم شوكولا كي بحال هكا. فاش خرج من الفران درت فيه الشكلاط. نبغيكم تجربوا هذا البريوش، شوفوا معايا كيفاش كيجي طري ومقطن، رائع بزاف بزاف. كينفعنا بزاف الكوتي ديال المدرسه، الوليدات، الفطور وهكا. ممكن حتى تستافدوا به في المجمد، في المجمد ماشي في الثلاجه، حيت لا كريم باتيسير كيخصها ضروري المجمد. الا بقات في الثلاجه صافي راه كتخسر. كنخليوه حتى كيبرد، كنجمعوه في بلاستيك الغذائي وكنوضعوهم في المجمد. فاش كنبغيوهم في الصباح كنجبدوهم كنخليهم غير حتى كيذوب منهم داك الثلج واحد شويه، ونديروهم في الاير فراير اولا نفوروهم في الكسكاس اولا غير ندخلوهم الفران.
كيبقاو رطبين وكاننا بحال مصايبينهم. وهكا ما بقى لي غير نخليكم على خير. نتمنى ان الوصفه ديالنا لنهار اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها بالصحه وما والراحه. تنساوش تبارطاجيو معايا التطبيقات ديالكم في الصفحه ديالي على انستغرام شيف اميره ديليس، او لا في الرقم ديال الواتساب. اللي بغات تنضم لينا للجروب او للمجموعه الواتساب مرحبا بها. في الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نعطيكم لي شوسون اللي كنت عطيتكم في ميد راديو، حتى هما كينفعونا بزاف مع الوليدات المدرسه والكوتي، كيجيو من اروع ما يكون. وشكرا بزاف بزاف لكم على كلامكم الزوين اللي كتخليوه في حقي، سواء في الانستغرام سواء في لي كومونتير هنا في يوتيوب ولا في الجروب الواتساب. تشرفت بمعرفتكم الاخوات ديال ميد راديو، الاخوات ديال راديو اصوات. تبارك الله عليكم وشكرا بزاف على الثقه ديالكم اللي درتو فيا وفي الوصفات ديالي وفي داكشي اللي كنبيع لكم. مرحبا بالاخوات كاملين، الله يجيبنا في الصواب يا ربي. خليكم على خير، نتلاقاكم عن قريب جدا ان شاء الله. الى اللقاء.